السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض وحده جديده بطريقه سهله وبسيطه. هي وحده على شكل ورده، ده شكلها، ليها استخدامات كتيره. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه هنعمل عقده البدايه بنفس الطريقه، وهنرتفع 6 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 6. هاجي عند اول سلسله اشتغلتها وهسحب الحلقه واطلع من الحلقة التانية اللي على الإبرة. اشتغلنا كده منزلقة. هنرتفع ادي 1 2 3، ودول هنعتبرهم عمود. هاجي دلوقتي في الحلقة دي وهشتغل 19 عمود بلفة. هاخد لفة على الإبرة واجي هنا في الحلقة اسحب معايا 3 حلقات، هطلع من حلقتين، بعد كده اطلع من حلقتين، اخد لفة على الإبرة وارجع تاني في نفس المكان واسحب الحلقة واطلع من حلقتين، بعد كده اطلع من حلقتين، خد لفة على الإبرة ونكمل كده لحد ما نكمل العواميد بتوعنا 19. انا اشتغلت 19. هاجي دلوقتي في تالت سلسلة، شايفين 3 سلاسل كنا ارتفعناهم وقلنا عمود. هاجي دلوقتي في تالت سلسلة واشتغل منزلقة وارتفع 3 سلاسل، ودول هنعتبرهم عمود. هاخد لفة على الإبرة واروح للعمود اللي بعديه على طول واشتغل عمود وارتفع 2 سلسلة، واخد لفة على الإبرة والعمود اللي بعديه اشتغل عمود، والعمود اللي بعديه نشتغل عمود ونرتفع 2 سلسلة، وارجع تاني اشتغل عمود عمود 2 سلسلة، عمود عمود 2 سلسلة. ارتفعنا ال3 سلاسل ودول عمود، بعد كده اشتغلنا عمود اللي بعديه عمود وارتفعنا 2 سلسلة واشتغلنا العمود اللي بعديه والعمود اللي بعديه وارتفعنا 2 سلسلة، عمود عمود 2 سلسلة، عمود عمود 2 سلسلة، عمود عمود 2 سلسلة. هنفضل شغالين بنفس الطريقة السطر كله. اخر حاجة نهينا ب2 سلسلة. هاجي دلوقتي في تالت سلسلة، شايفين 3 سلاسل كنا بنعتبرهم اول عمود. هاجي في تالت سلسلة واقفل منزلقة، والعمود اللي بعديه هشتغل منزلقة، وهاجي هنا في اول فراغ فيه 2 سلسلة وهشتغل منزلقة. ده كده بداية السطر التالت بتاعنا. هرتفع ادي 1 2 3، ودول هنعتبرهم عمود. هاخد لفة على الإبرة وارجع تاني في نفس المكان واشتغل عمود بلفة، وارتفع 2 سلسلة وارجع تاني لنفس المكان واشتغل عمود بلفة، وارجع تاني في نفس المكان واشتغل كمان عمود بلفة. قفلنا منزلقة في تالت سلسلة،
بعد كده منزلقة في اول عمود، وجينا في الفراغ اشتغلنا منزلقة بداية الشغل السطر الثالث، وارتفعنا 3 سلاسل واشتغلنا عمود 2 سلسلة 2 عمود. هاخد لفة على الابرة، هشتغل في كل فراغ يقابلني 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، والفراغ اللي بعديه هشتغل فيه 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، والفراغ اللي بعديه 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. كده خلصنا السطر الثالث. هنيجي في ثالث سلسلة وهنشتغل منزلقة، واول عمود وهنشتغل منزلقة، وهاجي هنا في الفراغ واشتغل منزلقة وارتفع. ادي 1 2 3. هاخد لفة على الابرة وهاجي هنا في الفراغ واشتغل. ادي عمود 2 3 4 5 6، والثلاث سلاسل دول بنعتبرهم عمود. كده بقوا 7 عواميد عندي. شايفين الفراغ ده هشتغل فيه غرزة حشو. هاخد لفة على الابرة وهروح عند الاتنين السلسلة بتوع الفراغ واشتغل 7 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 4 5 6 7، والفراغ اللي هيقابلني هشتغل فيه غرزة حشو، والفراغ اللي بعديه هشتغل فيه 7 عواميد. ادي 1 2 3 4 5 6 7، والفراغ اللي يقابلني هشتغل فيه غرزة حشو، واللي بعديه 7 عواميد. واللي بعديه غرزة حشو، واللي بعديه 7 عواميد. ده شكلها. هاجي دلوقتي هاجي في الفراغ واشتغل غرزة الحشو واقص الخيط بتاعي وهسحب طرف الخيط. هاجي دلوقتي في تالت سلسلة وهرجع ده شكلها. ده المكان اللي قفلت فيه. وهبدأ بقى
اداري الخيط بتاعي واثبته. ده شكلها. تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم.